يا صباح الفل عليكم يا احلى متابعين، صباح الخير. النهارده بقى كده جايه لكم بيوم جديد بفيديو جديد. لاول مره اعمل معاكم الممبار. فالنهارده قلت ايه، احنا ما عملناش ممبار من زمان، فالنهارده بقى هعمل ممبار. نزلت جبت 2 كيلو ممبار من بدري، يعني هو عندنا الجزارين بيذبحوا، بيجوا باللحمه، يعني من المذبح لغايه، يعني بيبدأوا من الساعة 10 الصبح كده، يحطوا الترابيزات كده قدام الجزار ويحطوا عليها الممبار. فقلت انا هنزل اجيب ممبار بدري. نزلت جبت بقى 2 كيلو، ومسكت بقى الايه، الممبار. بشيل الدهنة دي، كل الدهنة دي لازم تتشال، يعني ما يبقاش في دهنة خالص في الممبار. فكده بقى بشيل الدهنة دي كلها، الدهون دي، عشان طبعا ما تبقاش عشان هو ينضف ويبقى نضيف وحلو، لازم نشيل الدهون دي كلها. حبايبي متابعيني في كل مكان في جميع الدول العربية وفي مصر وخارج مصر، حبايبي كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد. كل سنة وانتم بصحة وسلامة يا أحلى متابعيني في جميع الدول. متابعيني دي ناس محترمة، وشكرا على التعليقات الجميلة اللي بيعلقولي. كل تعليقاتكم حلوة وتعليقاتكم جميلة ما شاء الله، يا رب كده نفضلوا دايما قناة محترمة كده، وقناة تعليقاتي كلها اللي بتجيلي بصراحة ناس محترمة. كل سنة وانتم بصحة وسلامة في جميع الدول، في السعودية وفي ليبيا وفي العراق وفي فلسطين وفي كل الدول. ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين، اللهم أمين يا رب. كل الدول العربية ربنا إن شاء الله كده يديكوا العافية ويديكوا الصحة، ونفضلوا دايما كده كلنا ما شاء الله، يعني السعودية، الكويت، الإمارات، ليبيا، المغرب، الجزائر، كل متابعيني من كل الدول العربية ومن كل الدول. ربنا يخليكم ليا يا رب كده، وإن شاء الله تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين متابعين طبخة هنية تكفي 100. متابعيني والله بجد شكرا على التعليقات بتاعتكم، وشكرا على استمراركم معايا كده، وشكرا على اشتراككم ليا يا احلى متابعين. والله بجد يعني انا عايزه اقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين. يا رب ان شاء الله تسمعوني كده، وكل سنه وانتم بصحه وسلامه متابعيني في كل مكان في مصر وخارج مصر. فالنهارده قلت بقى انا ما عملتش طبعا ولا مره كده، ولا صورت لكم مره واحده ممبار. انا بصراحه يعني ما شاء الله بقى انا في محشي الممبار. هيعجبكم طريقه عمايلي وبحس ان هو مش متعب ولا اي حاجه، بحس ان هو والله بجد، يعني انا بحشي الممبار كاني بحشي محشي كرنب كده عادي. ولا بعمل حاجة احشي بيها، ولا بحط قمع، ولا لا، بايدي كده بحط صبعين المحشي كده واعبي بسرعة. يعني انا بعبي المحشي ده عادي خالص. وبالنسبة لي كنا الاول على طول بنعملوه، بس انا بقالي فترة ما عملتش محشي الممبار. خليكم معايا بقى كده. من اهم حاجة الغسيل، انا عندي اهم حاجة في الممبار غسيله. هشيل الدهون طبعا، اول خطوة بعملها بشيل الدهون كلها اللي على الممبار كده، اللي هو الناحية المعدولة، الناحية بتاعته الاولانية دي، وبعدين اقلبه بقى على الناحية اللي جوه كده. بقلب الممبار كده خالص، عشان طبعا لسه هيتغسل بقى غسيل، عايز غسيل جامد. يعني اهم حاجة يبقى الممبار غسيل ويتنقع غسيل جامد، ويتنقع بقى حوالي لو ساعة نقع بقى، بس غسيل نضيف. اهم حاجة غسيل نضيف. فانا جبته النهاردة، قلت لا ده انا هعمله النهاردة. يعني انا كنت اجيبه واغسله واوضبه واحطه في التلاجة، فقلت لا. قالوا لي لا انت تعمليه النهاردة طالما انت. قلت لهم لا اعمله النهاردة عادي، احنا لسه بدري. انا جايباه الساعة 10 الصبح اهو. هغسله واجهزه وانقعه براحتي وبراحته خالص. وبعدين بقى بعد ما يتنقع وكده ابدأ بقى ايه اعمله.
فقلت لا النهارده هعمله ان شاء الله. قالوا لي احنا ما كناش محشي ممبار من زمان. فقلت لا طبعا ايه يعني، هي مش في دماغي بس ان انا، لكن لو في دماغي هعمله لكم على طول يعني. كده اشوف الدهون اللي جوه دي كلها لازم تتشال. يعني ما شاء الله يعني خليته فل، ما بخليش اي دهون خالص الاول كده، عشان بعد كده ما تعرفوش تشيلوا دهون لو ما يتقلبش من غير ما الدهون كمان تتشال يعني. فكده شلت الدهون كلها ما شاء الله، يعني الدهون بتطلع كاملة كاملة في جلدة كده بتطلع بالدهون كلها. فعشان بس ما يبقاش الحاجة الدهون دي تخليه دسم ويتعب، هو اللي بيتعب اي حد هو بيكون الدهون. يعني الدهون دي لو اتعملت هتخلي الشوربة بتاعته كلها عبارة عن دهون، فلازم نشيل الدهون بقى بسرعة كلها، ما نخلوش اي حاجة. فقلت ايه بقى يعني يعني في بيحجز الممبار، في بيروحوا يحجزوا الممبار قبلها يعني بيوم. بس انا قلت لا، طالما بدري اي حد بيروح بيلاقيه جاهز ومحطوط، طالما اول ما اللحمه جت من السلخانه وكده، فبيكون لسه بقى ما باعوش لا الممبار ولا لحمه الراس ولا الحاجات دي كلها. فانا الصبح بقى بيبقى موجود يعني، مش لازم حجز. قلت لا مش لازم حجز، انا هروح اجيب على طول، ده 2 كيلو يعني. فكده بقلبه، القلب بتاعه سهل خالص، ممكن يتقلب بايد معلقه وممكن يتقلب بالايد عادي خالص. فامسكه بقى كده، انزل بقى طبعا الحاجات دي كلها بقى غسيل بميه بس في الاول، وبعدين بقى ايه، احط له بقى ليمون بعد ما اكب الميه دي خالص. الاول الميه بعد ما قلبت اغسله بميه جامد يعني بعد ما قلبته، وبعدين هجيب ليمون وملح ودقيق وشويه خل، وامسكه بقى اغسله على ايدي كاني بغسل هدوم. يعني شفتوا بتغسلوا الهدوم ازاي؟ انا بغسله كاني بغسل هدوم. اغسل الحوض طبعا مكان ما نضفته، عشان اما بحط بقى يبقى الحاجه ريحتها حلوه. يعني اهم حاجه نظافه الممبار، ده اهم حاجه. اغسل بقى الحوض كده، عشان انا طبعا فاتحه قلب عليه وكده. وبعدين بقى عشان اعرف اغسل على نضيف بقى، ما اعرفش اغسل نضيف الا لما انضف مكان ما عملت كده بميه بس. الاول كده نزل بقى القلب بتاعه كل ده غسيل بميه، عشان لسه بقى ايه هغسله بقى. هجيب الدقيق وهجيب الليمون وهجيب الملح وهحط خل، وهغسله بقى تاني بقى ياما على قد ما تقدري اغسلي، كب المية وغيره، كب المية وغيره، وبعدين ركبيه في الحنفية. والحنفية بقى بضغط عالي بيخلي الحاجة يعني مضمونة انها مغسولة حلو. فكده بقى ايه، هكب الميه دي بقى كده واغسله بقى من غير يعني احط له الدقيق والحاجات دي من غير ما يبقى عليه ميه، اغسله الاول بيهم كده وبعدين افتح الميه واغسل بقى كده. بعد ما قلبته طبعا غسلته غسيل كويس، نزلت يعني ده طبعا ده تنزيل بقى كده الايه مكان الدهون ومكان قلبه كده، دي ميه بس عشان مفيش حاجه تمسك فيه، يتغسل بميه الاول ياما كده. كده بقى هغسل الحلة طبعا، عشان ايه الحلة لما تتغسل كويس يبقى ريحته كويس. كده بقى هغسله بمية برضو، غسيل نضيف بمية الاول، يعني اهم حاجة بمية خالص، يتغسل كذا دور بالمية من غير ما احطله بس لسه الايه الليمون والملح والدقيق. حبايبي متابعيني في كل مكان، ما تنسوش بقى اللي مشتركش يشترك مع طنط هويدا طبخة هنية تكفي 100 يا احلى متابعين. جدعنوا بقى كده معايا، خلينا نكملوا الساعات عشان القناة بقى تتفعل بقى يا حبايبي. يعني انا مش بقول لكم من زمان بقى وحطوا لايك ولا اشتركوا، فانتوا من غير حاجة انا عارفة ان انتوا احلى متابعين. كده هكب المية بقى كده وهغسل الحلة بقى ايه، اغسل الحلة عشان انا هغسل بقى الممبار، فلازم الحلة تكون امسكها بالليفة كده اغسلها غسلة نظيفة، واحط بقى الدقيق والحاجات بقى اللي انا هغسل بيها الممبار. يعني اللي بيحب الممبار فيغسل الممبار بقى غسيل، يعني بيبقى زي الشمعة كده، يخليه شمعة.
واللي يغسل الحلة برضو اللي بيعمل فيها عشان ايه، والحوض اللي بيعمل فيه وكل ده عشان الغسيل يبقى على نظافة بقى. يعني انا مغسل الحاجات المواعين اللي انا بعمل فيها، فانا هكون مش هخليه بقى ياخد من ان هو يعني الريحة اللي كانت يعني هو ما كانش مغسول الاول. فالحلة طبعا ايه، قلبت فيها وكله كده، لازم اغسلها بقى كده، واحط بقى ايه، احط ملح كتير كده، واحط اللهم صل على سيدنا محمد ليمون، احصر ليمون ياما كده واغسل بيه وادعك بقى الممبار كده كأني بغسل غسيل بقى، امسكه واغسله. اهم حاجة النظافة في الممبار بالذات، الممبار السمك كل حاجة بصراحة، اي حاجة اهم حاجة النظافة بتاعتها. حطيت شوية خل وليمون، وهجيب شوية دقيق. الدقيق على فكرة هو اللي بيخلي الريحة حلوة، يعني الدقيق بيخلي، هو بصراحة ريحة الممبار والله جميلة. يعني أنا بصراحة أنا عمري ما شميت، عشان هو لسه طازة لسه مذبوح وكان جاي، فريحته حلوة يعني بصراحة. أنا ما شميتش إن ريحة ممبار ولا أي حاجة، فالغسيل بقى كمان هيخليه أحلى. حطيت دقيق بقى كده، كان دقيق عندي حطاه هنا أغسل بيه الفراخ، أغسل بيه حاجة، فكان فاضل شوية بقى. حطيت شوية ملح كبار مع شوية اللهم صل على سيدنا محمد، مع شوية خل، مع الدقيق، ومع الليمون. يعني حط كيس ملح كله بقى كده. اهم حاجة يعني اغسله، مش مشكلة بقى الواحد يغسل حاجة نضيف. وهنقع، هفتح المية بقى عليه يتنقع بقى بالليمون وبالحاجات دي. يعني انا عصرت ليمون، كل شوية اقول لهم ناولوني ليمون. فهنقعه بقى بايه، هنقعه بقى بالليمون وبالحاجات دي. شوية قرفة، ابني حدف لي شوية قرفة، قال لي حط شوية قرفة في النقع، قلت له ماشي. وشوية ورقتين لوري، وانقعه بقى، اسيبه حوالي ساعة بقى منقوع. اغسله الاول طبعا بالحاجات اللي انا حطيتها دي، بمسكه بقى اغسله زي الغسيل كده، اغسله حلو اهم حاجة. حملة الحلة بقى عليه واسيبه حوالي ساعة على ما اكون جهزت بقى ايه، اللهم صل على سيدنا الحاجات اللي ورايا بقى. يعني انا بسيبه يتنقع واعمل حاجات بقى في المطبخ ورايا، عشان اما اجحش بقى ما يكونش في حاجة ورايا. فنقحته بقى كده. جبت البصل بقى، خرط البصل عشان اعمل الصلصة بتاعت الايه، بتاعت المحشي بتاع اللي انا هحشيه. يعني الصلصة، خرط حوالي 4 بصلات كده، تخريط ناعم. وطبعا ضربة طماطم ومجهزاها في الخلاط. بكتر الطماطم طبعا زي محشي الكرنب وزي اي محشي. لازم يكون الطماطم كتير والبصل كتير. ضربت شفشق في الخلاط طماطم، وركنته بقى على ما اقطع البصل، واروح ايه عامله الصلصه بتاعته. هو كده منقوع يعني. بعد ما اخلص بقى اعمل الصلصه، هتضير بقى اغسله غسيل بقى نضيف، واقلبه على الناحيه التانية. يعني هو كده مقلوب على ناحيه واحده بس كده. هعديله تاني، يعني انا قلبته، فانا هعديله بقى للطبيعه تاني. وبرضو نفس اللي غسلته المرة الأولى هغسله تاني زيها بالليمون والحاجات دي المرة التانية. فكده هعمل الصلصة بقى كده، عشان أما ماشي خطوة خطوة ما تأخرش بكل حاجة جاهزة. المطبخ كان حر موت، جبت المروحة. والله الجو بصراحة حر. هحط زبدة بقى كده، احط كتر زبدة، شوية زبدة حلوين كده، عشان يبقى ايه ده محشي بقى. المحشي بيحب بقى الحاجة مظبوطة يعني. يعني نفس تقلية المحشي، نفس الممبار. حطيت الزبدة بقى كده، وهحط البصل بقى وابقى يعني هخليه يتشوح شوية. ما بحبش احمر البصل جامد، يتشوح بس مع الزبدة، واروح حاطة الطماطم على طول. انا بحبش احمر البصلة عشان لو اي حد ياكل ما يحسش ان معدته تعباه ولا حاجة. يعني البصل يدوب يتبل كده في الزبدة شوية كده، واروح حاطة الطماطم على طول. وهو بقى تغيير اكل بقى، يعني احنا كل يوم لازم نغيره حاجة، يعني مش هنفضلوا بقى معلقين على حاجة كده. كده البصل بص محمرش اهو، هروح حاطة الطماطم، يعني هروح حاطة الطماطم على طول.
بيبقى البصلة مش حامية كده، وبتبقى هادية وحلوة كده. طماطم، عملت شفشق طماطم، هسيبها تتسبك بقى خالص، واتضير بقى اروح ايه، انا نقحته بقى شويه كبار والله. فهعدله بقى، هغسله كده، اعدله بقى على الناحيه الطبيعة، اعدله على الناحيه الاولانيه خالص بقى، واقطع على قد المحشي بقى، اقطعه على قد ما انا ايه، هعمل صوابع كده. فمعايا السكينة ومعايا بقلبه في المرة التانية بقى بإيدي، مش بالإيد المعلقة، لا بإيدي، لأنه سهل خالص. أنا بروح عاملة كده وزقة الممبار ويروح مقلوب على طول. فأنا هقلبه بإيدي بقى المرة اللي هي التانية، لأن المرة التانية طبعا بتبقى بتزحلق كده، والمعلقة مش هتخلص معايا. فأنا هقلبه بإيدي بقى المرة التانية بقى. سهل خالص يعني، بصراحة هو سهل في القلب، بس أهم حاجة بشطفه تاني واغسله غسيل كأن هعمله يعني غسيل شطف، وكله بقى من الدقيق ومن الملح كده. بقى بقلب أول واحدة بالمعلقة، لقيت نفسي إنها برضو مش هتخلص معايا، بتتزحلق. فأنا هقلبه بقى إيه بسرعة بإيدي، أحسن الإيد بتقلبه في المرة التانية بسرعة يعني كده، بتزحلق بقى، لأن انت كده عاملة الممبار على وش على ظهره. فأنا هعمل إيه، هعدل بإيدي بقى، بس بقطع على قد الصوابع يعني، على قد ما انا هعمل الممبرايه كده، او لو اتنين مع بعض عادي. وبعدين لما بيطيب بقسمه، بعمله صوابع برضو. فاقطع بقى كده واقلب، اقطع، وفي المره التانية بقطع واقلبه. حبايبي متابعيني، يا رب كده ان شاء الله تكون فيديوهاتي بتعجبكم، وشجعوني بقى والله. القناة بصراحة بتبقى تصوير بيبقى صعب، وما تتصوروش، بيبقى ممل والله العظيم بجد. بس الواحد لازم برضو طالما عنده قناة طبخ، فلازم ان هو يستمر، ولازم ان هو يصور فيها وكده. بس التصوير متعب 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 والله بجد يعني. الشوية اللي انتوا بتشوفوهم في الفيديو دولت بتصوروا طبعا على مجهود وعلى وقت كبير. فشجعوني بس كده، عشان دايما ان انا يعني ايه، انا قناتي يعني انتوا عارفين ان هي بقالها حوالي 2.5 او داخله على 3 سنين اهي. عايزاها بقى تتفعل بقى كده، عشان يبقى نفسي تتفتح واعمل بقى فيديوهات وكده، وابقى مستمرة بقى كده في فيديوهات ما شاء الله يعني. اعمل فيديوهات بقى، طبعا هتبقى خلاص اتفعلت، فنفسي هتتفتح، فهعمل فيديوهات يوميا. فان شاء الله بالله عليكم كده، اللي مشتركش يشترك مع طنط هويدا طبخة هنية تكفي 100. متابعيني في كل مكان، ربنا يسعدكم يا رب، وينجح كل الطلبة. وخلاص السنة الدراسية خلاص بقى ايام. انا عارفة انتوا كلكم دلوقتي بقى كل واحدة بتجهز شقتها عشان ايام الدراسة طبعا نبقوا فاضيين. يعني تبقى الشقة رايقة ومتوضبة، عشان الدراسة طبعا بيبقى كل يوم الصبح بتبقى فاضية بقى، الولاد راحوا الكلية، راحوا المدرسة، راحوا كده يعني. فتبقي فاضية يعني، شقتك نظيفة، وطبعا هتبقى مركزة مع الأكل ومع الغدا ومع السندوتشات ومع كده يعني. فكله مضغوط دلوقتي، وكله بيوضب بقى للدراسة. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا أحلى متابعين في كل مكان. ربنا ينجح كل الطلبة وما يضيعش لأي حد تعب يا رب. إن شاء الله كده تكونوا الطلبة بقى اللي هم الجداد بتوع الثانوية العامة كده، ياخدوها بقى بفرحة كده، وياخدوها يعني كأن السنة الدراسية سنة دراسية عادية زي أي سنة، من غير أي توتر ولا أي يعني تاخدوها كأنها زي أولى إعدادي وتانية إعدادي، مش تالتة إعدادي كمان. يعني الواحد لما بيبسط الأمور ويذاكر برضو تذاكروا وكل حاجة وتعملوا اللي عليكم، بس ما تتوتروش وتقولوا ايه كلمة ثانوية عامة دي يعني بتخض اي حد. لا، خدوها زي اي سنة، وان شاء الله ربنا هينجحكم وتجيبوا اعلى مجموع يا رب. ان شاء الله كل الطلبة الثانوية العامة الاعدادية ربنا معاكم، والكليات ربنا معاهم يا رب. ان شاء الله مبروك للطلبة الثانوية العامة بتوع السنة دي، ان هم دخلوا الكلية، الف مبروك. وكل واحد
في كليته بيكون ما شاء الله، اي مهما كانت الكلية بيكون هو بيبدأ فيها كأنه هو يثبت بقى وجوده فيها. عشان ايه؟ اهم حاجة النجاح في المجال اللي انت فيه. يعني ممكن ما شاء الله تذاكروا كده وتطلعوا الاوائل وتجيبوا امتياز كده، بتحققوا كل اللي انتوا كنتوا عايزينه. ربنا مع كل الطلبة يا رب، ينجحهم ويفرحهم ان شاء الله. ربنا ان شاء الله ينصر فلسطين واهل فلسطين، وينصر الدول العربية جميعا يا رب، اللهم امين. كده بقى ايه بقى، زي ما قلت لكم ان انا بقطع على قد المحشي بقى كده، عشان انا هغسل زي نفس ما أنا غسلت المرة الاولى، هغسل المرة التانية برضو بدقيق وليمون وملح. فغسلة جامدة كده، واحط في الحنفية الممبراية كده، وضغط المية عالي، فكده تضمنوا بقى الممبار. ما شاء الله بقى كده ايه، بشطفه طبعا لان انا غسلته كذا مرة كذا مرة، كوب المية واحط كوب المية كده. فكده بقى بشطفه واحطه في مصفى طبعا عشان يتصفى. والصلصة اتسبكت، وغسلت الرز كده، احط الملح على الصلصة. الملح جه كتير فبعين شوية عشان الملح ما يكون مظبوط. كده بقى كمون وكزبرة وشطة، بس اللي انا بحطه للمحشي، وشوية فلفل اسود طبعا عشان الممبار. بكمون وكزبرة وفلفل اسود وشطة، وكده كزبرة وشبت، قطعت ربطتين كبار كده كزبرة وشبت. وكده غسلت الرز طبعا ومجهزاه وموضباه. هقلب كل الحاجات دي مع بعضها واعبي بقى الممبار. انا ما شاء الله في تعبية الممبار بعبيه بسرعة يعني. فقلت بقى ابدأ بقى ايه، اعبي بقى الممبار كده، اقلب بقى كل الحاجات دي. بص ما شاء الله، يعني انا عامله له الصلصه بتاعته لازم تكون حلوه كده وكتير حمرة كده متسبكه حلو يعني. فانا هدخل الحله دي جوه بقى، عشان الحله ديت هي اللي انا احط فيها الشوربه بتاعه الممبار. وابدا بقى اعبي بقى كده الممبار. انا مقطعه مجهزاه، يعني انا مقطعه على قد المحشي، الصوبع على قد ما انا هعبيه، ببقى مجهزاه. ماشي يا هاجر، مع السلامه. ابقى هاتي معاكي يا هاجر الانبوبه اللاز. ماشي يا هاجر. فكده هعبي بقى الممبار، ما يبقاش مسحوم، يعني بيبقى فايق خالص، عشان طبعا الرز بيزيد وما يترشقش، يعني بيبقى مهوي خالص كده. بصوا ما شاء الله، انا في تعبية الممبار والله بجد بعبيه بسرعة جامد، ولا بعمل زي ما بيقولوا محقن ولا مش عارفة ايه ولا حاجة، لا اهو بفتح الممبراية كده بصبعين وعبي بالايد التانية على طول. يعني انا في تعبية الممبار بصراحة يعني على طول كانوا دايما يقولوا له انا بعبي الممبار، يقول لي انت سريعة في تعبية الممبار. واشيل الرز بقى من عليه من هنا ومن هنا، واخلي الحرفين بتوع الممبار دولت فاضيين، عشان اول ما بينزل الشوربة بيقفل على طول ويبقى مهوي، ما بيبقاش ايه الرز كده فيه ياما، لا يبقى فايق. اهم حاجة عشان الممبارة تطلع سليمة وتطلع مش مترشقة معاكي، تخلوا الممبار مهوي خالص. والحروف بتاعة الممبار من هنا ومن هنا ما يبقاش يمها رز كده، عشان اول ما بتنزلي الشوربة بيلحم على طول. كده بقى اعبي ما شاء الله. بصوا بحط الصبعين افتح بيهم الممبار كده، وايد بقى وانيم الممبار على الرز كده، عشان ايه وانا وقفتها في ايدي الرز ينزل من الناحية التانية، لا فانا لازم امسك الممبار فوق الرز كده واعبي على طول كده. حبايبي متابعيني في كل مكان، متابعين طنط هويدا، يا ريت بقى كده تشجعوني. والله انا فكرت كذا مرة، يعني القناة بصراحة انا زهقت خالص من الصبر، عايزة صبر ايوب. والله القناة دي عايزة صبر ايوب، يعني انا تعبت بجد والله. واقول ايه يعني، ساعات بفكر طب انا ليه يعني لغاية امتى هفضل
القناة كده معايا ما بتتفعلش ولا في اي حاجة ولا. الساعات لسه زي ما هي، عايزة ساعات ياما. ساعات بمل واقول خلاص بقى انا يعني ايه، بس اقول استنى شوية استنى يعني بجد والله. مش عارفة، قولولي استمر ولا خلاص بقى كده انا يعني داخلة على 3 سنين، فانا زهقت بقى كده والله بجد. ربنا ان شاء الله يفعل القناة قريب يا رب. كده عبيت المنبار كله ما شاء الله. الشوربة بتاعته بتغلي بقى كده. كده الشوربة بتاعت الممبار بتغلي، هحطه بقى، احط الممبار واشيله طبعا. امسك الممبارة بقى من الطرف ده ومن الطرف ده عشان تنزل تتقفل على طول. ما شاء الله يعني، شوفوا ما غبتش في التعبية بتاعته. عبيت 2 كيلو ممبار والله، مسافة الشوربة بتاعته ما غلت. فكده لازم تكون الشوربة بتغلي كويس بقى. بحط لها طماطمتين وبصلتين وشوية ورق لوري وحبتين حبهان، وانزل بقى الممبار في الشوربة. وبعدين ههدي النار طبعا، بعد ما احط الممبار ههدي النار عشان معليش النار عليه. لو عليته النار على الممبار يطلع رز كده ويبقى مش مثلا يفتح. فانا لازم اهدي النار بقى. بعد طبعا انا لما بحط الممبار الشوربه بتبطل بتهدى شويه ما بتغلاش، فانا ههدي النار بقى. ما شاء الله الممبار والله بجد حلو، طالع حلو يعني. فحمر بقى الممبار، اهم حاجه التحمير بتاع الممبار. بحب لونه احمر كده. فكده هحمر الممبار. هو خلاص استوى ما شاء الله. كان الممبار تقريبا ان هو كان يعني كان ان هو صغير مش كبير. فاستوى حلو ما شاء الله. فكده هحمر بقى الممبار واحط الغدا. فانا مبسوطه والله، قلت يعني انا ما شاء الله يعني. هو ما خدش على النار، هو خد على النار حوالي ساعه الا ربع كده، ساعه الا ربع واستوى ما شاء الله. فكده بقى ايه، بيقولوا لي حمري الممبار كده خليه لونه احمر يعني. فبعد ما خلصت بقى الغدا كده لقيت جايين ضيوف بقى كده. فقلت لهم لازم تدوقوا بقى الممبار. فقالوا لي خلاص احنا ما كناش ممبار من زمان وهناكل هنتغدوا معاكم ممبار. فقلت لهم يا مرحبا، دوقوا بقى كده عمايلي. فلما والله بجد، فهم جم قاعدين في الصالة وانا بخلص بقى الغدا عشان نتغدوا كلنا مع بعض، ابني وولاده. بيقول لا بجد والله الممبار طعمه خطير. وبعت لهم بره يدوقوا بقى، هم قاعدين في الصالة قالوا لي لا ده جميل. بألف هنا وألف شفا يا رب كده على قلوبهم يا رب. فانا قلت لهم استنوا بقى، ده انا هخلص بقى كده حمر. وقالوا لا ده احنا والله بجد انا كنت بقول يعني الممبار انا مش بحبه او كده، لا بس لقيته جميل فخلاص هنتغدوا معاكم. بصوا بقى شوفوا الممبار